الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي درسنا الرابع في تعليم اللغة العربية مع محمد يعقوب مداو. في المطبخ موقد موقد الحطب، موقد الفحم، موقد الكيروسين، فرن الغاز، جربال، قدر، غطاء القدر، مسواق، عصا المطبخ، ملعقة، مغرفة، سكين، خلاط، كبريت، ولاعة، ملعقة، علبة الملح، مقلاة، صاج. الحمد لله. درسنا اليوم هو في المطبخ. ما معنى المطبخ؟ المطبخ هو مكان طبخ الطعام، مكان الذي تطبخ كل الطعام والذي يسمى ماذا؟ المطبخ. موقد، ما معنى موقد؟ شيء الذي يوقد فيه النار، يجعل فيه الحطب ويوقد فيه النار، وتأتي النار ونجعل ماذا؟ قدر فوقه. موقد الحطب. ما معنى موقد الحطب؟ الحطب هو جزء من الشجرة. الحطب هو الشجرة، إذا قطعت الشجرة ويبست هي التي تسمى الحطب، وتجعل في ماذا؟ في الموقد، ويوقد فيه ماذا؟ النار. كلمة الحطب، هناك سورة الحطب في القرآن، قال تعالى: وامرأته حمالة الحطب. موقد الفحم من بقايا الحطب. إذا أحرق الحطب أو أحرقت الشجرة يبقى الفحم، وهو شيء أسود، وبعض الناس يجعلونه في ماذا؟ في شوالات ويبيعونه، وبعض النسوان يستعملونه في ماذا؟ في طبخ الطعام في موقد. لذلك هناك موقد الفحم. موقد كيروسين زيت يستعمل ويوقد فيه النار، في عالة يجعل فيها زيت ويوقد فيه النار ويستعمل في ماذا؟ في طبخ الطعام. فرن الغاز، هناك من يطبخون الطعام بالغاز، يعني يطبخون الطعام بالغاز. غربال، ما معنى غربال؟ الشيء الذي نغربل منه الدقيق. إذا نريد أن نعمل لا بد أن نجعل الدقيق ثم نغربله ويخرج ماذا؟ الدقيق الناعم، هو الذي نستعمله في ماذا؟ في طبخ الطعام. قدر، ما معنى قدر؟ الشيء الذي نطبخ الطعام ماذا؟ فيه. نجعل القدر على الموقد ونطبخ الطعام. غطاء القدر، ما معنى غطاء القدر؟ الشيء الذي نغطي به فم القدر، لأن الغبار ربما تنزل والعشاء ينزل، إذا لم يغطى يكون في ماذا؟ في مشكلة. مسواق، ما معنى المسواق؟ الشيء الذي نحرك به ماذا؟ الإدام أو الحصى أو ملاح الطعام، يعني هذا يسمى ماذا؟ مسواق. أصل المطبخ، الشيء الذي نحرك به ماذا؟ العسيدة، الشيء الذي نحرك به ماذا؟ تحرك الأم به ماذا؟ العسيدة، والذي يسمى أصل المطبخ. هناك ملعقة، ما هو الملعقة؟ الشيء الذي نأكل به الطعام، بدلا أن تأكل باليد تستعمل ماذا؟ ملعقة. ثم بعد ذلك هناك مغرفة، ما معنى المغرفة؟ الشيء الذي تغرف به الطعام من الكدر إلى الصحن، هذا يسمى ماذا؟
مغرفة. سكين شيء الذي نقطع به ماذا؟ اللحم والبصل، ونقطع به ونذبح به ماذا؟ البقرة أو الخروف وغير ذلك. خلاط شيء الذي نخلط به ماذا؟ الخضروات أو الفواكه وغير ذلك. وعندنا نحن نخلط به ماذا؟ اللبن وغدو وفرا نستعمل في هذا. مبشرة شيء الذي نبشر به بامية نبشر به بامية أو جوز الهندي. صحن وشيء الذي نأكل الطعام من ماذا؟ من الصحن أو من ماذا؟ من الطبق. والطبق يكون أوسع من ماذا؟ من الصحن. ثم سلة الأواني. سلة الأواني إذا غسلت الأم ماذا؟ إذا غسلت الأم يعني أدوات طبخها تجعله في سلة الأواني ويخرج الماء من تحته. ثم هناك كبريت شو الذي يشعل به النار. إذا عملت هكذا تأتي النار وتجعلها في ماذا؟ في الموقد. ثم ولاعة. كبريت يكون بتشعيلها كذا، وعما ولاعة بضغطها كذا يأتي النار. إذا ضغطت يأتي النار. دي ولاعة. قلبت المين مكان الذي نجعل منه الطعام. مقلاة شيء الذي نقلي به بيض الدجاجة أو الزيت أو غير ذلك. صاج مقلاة كبيرة لتشوية اللحم الإيد، لحم البقرة وغير ذلك. هذا يسمى ماذا؟ صاج. هذا يسمى صاج. ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, wannan shine darasin da muka gudanar ko kuma muke gudanarwa a halin yanzu, inda muka ce fil madbahi a cikin ɗakin girki madafa inda ake dafa abinci, shi ake ce masa al-madbahu makana tabakhi ta'am. mawqidun murhu shi ake ce masa mawqidun. Muna da nau'o'i daban na murhu abin girki. Akwai mawqidul haqabi murhun itace, mawqidul haqabi murhun itace, mawqidul haqabi murhun itace, mawqidul fahmi murhun gawayi. Al-fahmu huwa gawayi, al-hatab huwa itace. fahimna. ثم بعد ذلك هناك موقد كيروسين هو كالنزر، murhun kalanzir ko kuma a ce risho kenan, risho na kalanzir wanda su ma mutane suna amfani da shi wajen girki. Akwai furnil gas, kuka gas, tukunyar gas wanda ake dafa abinci da shi, ko kuma a ce akwai shi ma murhu na gas wanda ake amfani da shi wajen dafa abinci. Akwai girbalun rariya, rariyar da ake tankaɗe gari da ita laraba suke ce mata girbal. Ƙidir tukunya, jam'in ta ƙudur tukwane. Ya zo a ƙur'ani Allah yana cewa wa ƙudurin rasiyat, da tukwane waɗanda suke masu kafafu. Akwai giba'ul ƙidiri murfin tukunya wanda za a rufe bakin tukunyar, za a rufe saman tukunyar saboda kan wani abu ya zo ya shiga cikin abincin, shine ake ce masa giba'ul ƙidiri. Akwai miswaqun. Ma'anar miswaqun bi lugati Hausa, miswaqun wa maburgi da ake burga miya da shi ake ce masa miswaqun. asal madbakhi muciya allati nuharriku biha at-ta'am, allati nuharriku biha al-asida, wanda ake tuka tuwo da ita ake ce mata asal madbakh. mir'aqatun cokali alladhi na'kulu bihi at-ta'am badalan an na'kulu bil yadi, wanda ake cin abinci da shi ba sai an ci da hannu ba. migrafatun shi alladhi nagrufu bihi ma za at-ta'am, mara ko ludayin ɗebo abinci, shi ake ce masa migrafatun. Sannan akwai sikinun iya wuka wadda ake yanka abubuwa kamar albasa da nama, da a yanka kaza, a yanka abin nan. Khallaqun
shine bilogata Hausa da sami balanda wadda ake markada a kayan miya ko a markada abin da ya shafi kayan marmari wanda yake irin su abarba, gwanda da shauransu. Mibisharatun abun goge kubewa shine ake ce masa mibishara. Shawul ladina bashir bi bamiya, abinda ake nufi da bamiya kubewa wanda ake gogewa da shi. Sahnun makshawul ladina akula ta'am, kwanan cin abinci shi ake ce masa sahnun, kwanan cin abinci wanda mutum za zuba ma abinci ya zauna ya ci. Akwai dabak aidan huwa misal sahn lakinnahu wasi, shi plate kenan, faranti na cin abinci, faranti wanda ake cin abinci a cikinsa. Akwai sallatul awani shine kwandon wanke-wanke, wanda an yi wanke-wanke za a zuba wanke-wanken a ciki, shi ake ce masa sallatul awani. Kibritun hiya ashana allati nuwalli biha an-nara allati nushaqila biha an-nar, wadda ake kunna wuta da ita ake ce mata kibritun ashana. Walla'a bilugata Hausa na samiya leta, ita ake cewa leta, ita ma abin kunna wuta ce abin nan. Sannan ulbatul milhi, roban gishiri, kwalabar gishiri, gwangwanin gishiri, shi ake ce masa ne ulbatul milhi, shi ake ce masa ulbatul milhi. Akwai miqlatun kaskon soya kwai, wanda ake soya kwai da shi ake ce masa miqlatun, ko a soya mai, shi ake ce masa miqlat. Sajun babban kasko wanda ake soya kosai da shi, ake soya nama da shi, ake soya naman sallah a cikinsa babba, shi ake ce masa sajun. A 'yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da masu bibiyan wannan darasi mai albarka, wannan kayayyaki ne waɗanda ake amfani da su a cikin wato ɗakin girki, wanda da larabci shi ake ce masa al-matbahu. Shi ma wani ɓangare ne mai mahimmanci a cikin gida wanda yake kunsar abubuwa waɗanda suke masu amfani. 'Yar uwa, kullum kina amfani da waɗannan abubuwan, ya kamata a ce kin haddace su, kin rike su, kullum kika shiga cikin matbakh naki ya zamto cewa kin faɗi ko sunan kowane abu da larabci, to in kika yi haka ba za ki manta ba. Idan za ki cewa yake miƙo min cokali, za ka ce wa ɗanka miƙo min cokali, sai ka ce miƙo min mil'aqatun, sai ce me mil'aqatun, sai ka ce cokali kenan. Na shiga makarantar larabci, ni ma ba larabe ne, a gani yawwa. Sai ka ce in za ki ce to miƙo min wuka, sai ki ce jib namiji ne, jib sikin, miƙo min wuka, ko ka ce adini sikin, miƙo min wuka, ko kuma ka ce ki ce adini sikin, ke miƙo min wuka. To haka za ki ce ɗauko min khalladun, zan yi niƙa da shi, ki ce me khalladun, sai ki ce balanda kenan da larabci. Kin ga kina koyon larabci, kina koya wa ɗanki larabci, yadda in ta je makaranta ba sai ta sha wahala ba. To ta hanyar haka muna haddacewa zai zamto karatun ya zo. Muna fatan Allah ya ba mu nasara, Allah ya taimake mu. Sai kuma a darasi na gaba muna fatan 'yan uwa za su dinga turo da tambayoyi a cikin irin wannan darasi mai albarka. Muna fatan Allah ya ba mu nasara, Allah ya taimake mu. Jazakumullahu khair, wa ila an naltaqi insha Allah fi usbu'il qadim, wa jazakumullahu khair. Ila liqa.